بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم البنات في قناه حلويات البرايجيه. اليوم ان شاء الله راح نمد لكم واحد الوصفه تاع واحد الكاطو، يعني صدقوني يجي بزاف بنين. كاين اللي يسميه عين النمر، كاين اللي يسميه عين الجمل. المهم البنه تاع هذه الكاطو وحدها صدقوني من اروع الحلويات اللي ممكن تجربوها، وكل ما يبقى كل ما يزيد في البنه وفي الطراوه. خلوا حفظ هذه الوصفه تحتاجوها في العيد ان شاء الله. اول حاجه عندي 250 غرام مارغرين بدرجه حراره الغرفه. ضفت عليها زوج مغارف يكونوا معمرين مليح تاع كاكاو بني. ضفت عليهم هنا فنجان ناقص اصبع تاع زيت حوالي 60 غرام. كاس سكر كلاصي، الكاس تاع 240 مليلتر. هنا هذه المكونات تحبوا تخلطوهم بالفوي، تحبوا تخلطوهم بالباتور. المهم خلطوهم مليح مليح حتى يتجانسوا، وراح تتحصلوا على خليط يكون كريمي. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. عندي 2 صفار راح نضيفهم ونزيد نكمل نخلط. هنا ديروا المكونات كما راكم تشوفوا معايا بالتدريج. نخلط مليح مليح سواء باليد او بالباتور حتى نتحصل على هذا القوام الكريمي. هنا نتوقف وراح نضيف عليهم كاس كاوكاو يكون محمص ومرحي رقيق. هنا الكاوكاو حمصوه مليح، راكم تشوفوا يعني فيه اللون الذهبي، ما يبقاش ابيض. هنا راح نخلطه فقط بالمغرفه. خلطوه حتى تندمج هذه المكونات مع بعضها. راح نتحصلوا عليها بهذا القوام. في هذه المرحله رايحه نضيف عليه الفارينه. ضيفوا الفارينة بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون متماسكة. بلا ما ننسى غرفة صغيرة خميرة الحلويات، ونحاول نجمع هذه العجينة حتى نتحصل عليها بهذا القوام. هنا أول حاجة يعني باه ينجح لكم لازم تخلوها طرية. أولا الكاكاو يشرب، ثانيا الكاوكاو يشرب، رايحين ينشفوا لكم العجينة. شوفوا راهي شوية تلصق، يعني خطوة مهمة جدا انكم تخلوا العجينة طرية وتلصق شوية في اليد. من بعد كما قلت لكم راح تنشف معاكم. وزنت العجينة حوالي 32 غرام. انتم يعني على حسب ليمول اللي عندكم اللي رايحين طيبوا فيهم. ديروا عمروا المول، خلوه شويه فقط مش معمر، واوزنوا هذيك العجينه شحال دارت لكم، وكملوا كامل الحبات بنفس الوزن. انا المول تاعي فيه يعني 32 غرام. اللي ما عندهاش هذا المول يعني تقدر دير مول اخر، يعني على حسب واش متوفر عندكم. انا استعملت هذا الليمول، دهنتهم بالزبده، وهنا راح نرشهم بالكاوكاو. هنا هذاك الكاوكاو شويه مرحي رقيق، وهذا الكاوكاو اللي راح نرش به ليمول خشين شويه، حمصته ورحيته شويه خشين. من بعد يعني ما تكثروش بزاف بهذيك الطبقه الفوقانيه، ما تجيش تتنحى. المهم من دوك تشوفوا هنا الرمد حبه هذيك العجينه رمدوها في الكاوكاو يكون مرحي بالقشور تاعو، كاوكاو محمص. ومن بعد رحوه بالقشره تاعو، رحوه متوسط، ما يكونش رقيق بزاف كي البودره وما يكونش خشين، يكون كاوكاو متوسط. وراح نديرهم في الليمول. هنا من الاحسن ما تعمروش الليمول تاعكم بزاف. انا لانه ليمول شويه صغار على هذه عمرتهم باه يزيد الحجم نتاع الحبه. كل واحده يعني على حسب المول اللي عندها. يعني 32 غرام وزن مليح بالنسبه لليمول هذو. كما راكم تشوفوا معايا راح نكمل كل الحبات بنفس الطريقه. يعني وصفة ناجحة صدقوني، يعني يجي بزاف بنين. اللي تجرب هذه الوصفة تبعث لي تطبيقها في الفايبر، راح نخلي لكم الرقم. واي وصفة جربتوها من قناة حلويات البريجية ابعثوها لي في الفايبر او في الجروب الفيسبوك اسمه حلويات البريجية. هنا بعد ما كملتهم كامل نحطهم في البلاطو وندخلهم يطيبوا من الاسفل، ثم نزيد لهم شوية من الاعلى. راح يتنحوا معنا بكل سهولة. شوفوا هنا يعني نقلب الحبة فقط تتنح، يعني ما فيهمش حتى تعب. هنا بعد ما قلبتهم كامل شوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها. صراحة حلوة من أروع ما يكون. خلوا لها حفظ، تحتاجوها في العيد إن شاء الله هذه الوصفة، أو حتى في مناسباتكم الأخرى.
هنا رشوه قبل، انا هنا قبل ما نسيت ما رشيتوش بالسكر كلاصي. رشوه عاودت نحيتهم ورشيته بالسكر كلاصي. رشوه بالسكر كلاصي كيما قلت لكم، حطوه في الكيسات ومن بعد ديروا له الكراميل. راني مشاركه معكم وصفه ناجحه جدا نتاع النسلي كراميل. ارجعوا للقناه فقط تلقاوها. راح نخليها لكم في اول تعليق. هنا بعد ما يعني ما تعمروهمش بزاف لانه كديروا المكسرات راح تزيد تتعمر معكم. زينوها على حسب الرغبة. أنا درت اللوز والبندق والورد وهذا الورق الذهبي. تزيين دائما اختياري. هذه النتيجة اللي راح نتحصلوا عليها. صدقوني وصفة من أروع الحلويات، جربوها. والاحتفاظ ديروها في علبة في بورتمونجي، سكروا عليها. كل ما تزيد في المدة كل ما تزيد في الطراوة، يعني النهار الأول والنهار الثاني والنهار الثالث كل ما يعني تخبوها أكثر كل ما راح تزيد لكم في البنة. هنا شوفوني يعني نقسم معاكم حبة. هنا راه كيما قلت لكم هذا وين كملته، ولكن اذا كملته وخبيتوه راح يزيد يطرى اكثر واكثر. هذه النتيجة اللي تحصلنا عليها، جاء يذوب في الفم. اكيد قسمت معكم حبة يعني تشوفوا القوام تاعها. اذا عجبتكم من فضلكم البنات خلوا لي جيم واشتركوا في القناة وخلوا اي تعليق، ونتلاقاو في وصفات وحلويات جديدة قادمة ان شاء الله.